كتنا الحلوين كتاكيت اولى ثانوي جايه لكم النهارده عشان اعمل لك ريكاب الحصه. بس ريكاب الترم الثاني مختلف شويه عن ريكاب الترم الاول. احنا في الريكاب هنحل مش هنشرح. طب ليه يا ايمو؟ عشان خاطر انا شرحت في الحصه. طيب الحصه دي موجوده فين؟ يا اما موجوده في كل السنترز اللي احنا موجودين فيها، سواء في محافظه القاهره او في محافظه الجيزه، يا اما موجوده اونلاين على منصه ايديو فاليو. دي المنصه الوحيده اللي احنا موجودين فيها الترم الثاني. منصه ايديو فاليو احنا عاملين لكم فيها باكجز مرعبه، سواء كانت باكج الحصه بحصتها او كانت باكج الترم او باكج الشهر. فادخل بسرعه كده، وعاملين اوفرز للطلبه المتفوقه وحاجه كده ايه، ابو شيماء بيضحي على الاخر. بس كل ده عشان خاطر ايه؟ مناسبات كتيره ورمضان داخلين عليه والاعياد يا اخويا، وانت كنت شاطر وكتكوت حلو وخلصت الترم الاول وعديت من التجربه اللي هي كانت صعبه وتقيله فعلا. ربنا يعينك يا رب. وايا كانت الدرجه بتاعتك فانا فخوره بيك كده كده. ان شاء الله تتحسن الترم الجاي، حتى لو كنتش جايب درجه احسن حاجه. كلنا عارفين ان اعمال السنه ظلمت ناس كتيره، بس عادي يعني، خلاص دي حياه وبنعيشها، والحياه اكيد فيها صعوبات بتواجهنا، فالشاطر هو اللي بيتغلب على الصعوبات دي وبيكفرج ليها مره تانيه. طيب احنا بالنسبه للكتب بتاعتنا بقت موجوده دلوقتي في كل السنترز، كمان موجوده في منصه ايديو فاليو، وكمان تقدر تشحنها عن طريق فودافون كاش. عامله لك كتاب كده كان شبه كتاب الماجيك بوك اللي هو الناس كلها كانت بتشكر فيه الترم الاول، الحمد لله. فاحنا عندنا ايه؟ عندنا كتاب المين بوك خلاص، وعامله لك كمان كتاب الهوم ورك كله. تمام، تقدر تشتري الاثنين باكج مع بعضهم حتى لو انت بتتابعنا عن طريق اليوتيوب. طيب بالنسبه لمين؟ بالنسبه للكتاب، يلا المين بوك افتح لي صفحه ايه؟ صفحه 15. هتلاقي دي الاسئله اللي كانت موجوده في الكلاس ورك، سواء انت من الطلبه بتاعتنا او حتى بتتابعنا على اليوتيوب. فتعالى كده ايه، حل معانا ونبدا نسمي الله. أول سؤال بيقول لنا إيه؟ What is the process that transfer السولار energy into the chemical energy؟ يبقى دي مين على طول بتتعامل مع السولار energy؟ هي الفوتوسينثيسيس بروسيس. فالإجابة هتبقى photosynthesis process. عشان خاطر مين؟ عشان خاطر الكي ووردز بتاعتك اللي هي مين؟ السولار energy اتحولت لكيميكال energy. السؤال اللي بعده which type of energy is stored in glucose؟ بص انا بفهمها ازاي. الجلوكوز بالنسبه لي فود، اي فود متخزنه جواه كيميكال انرجي، يبقى الاجابه عندنا هتبقى ايه؟ هتبقى كيميكال انرجي. السؤال اللي بعده what happened to the most energy اصحى لنفسك. احنا عندنا ايه؟ عندنا التوتال انرجي بتنقسم لايه؟ لنوعين، لترانسفير انرجي وللوست انرجي. الترانسفير انرجي، استنى نكتب عدل عشان انت ايه ما تتوهش. ترانسفير ولوست انرجي. الترانسفير بتبقى كام؟ بتبقى 10% بس، اما اللوست انرجي بتبقى كام؟ 90%. فهو بيقول لك ايه؟ بيقول لك what happened to the most energy؟ معظم الانرجي، فمعظم الانرجي اكيد هندور على كلمه lost، فاكيد بتلوست از ايه؟ as a heat. طيب why are there typically no more than 6 trophic level؟ ليه ما عندناش اكتر من 6 trophic level؟ عشان اللوس انرجي، فهندور على كلمه مين؟ الانرجي loss at the energy levels. طيب in the carbon cycle، في الكربون سايكل لو دخلت على فيديو الهوم ورك هتلاقيني عامله لك ايه؟ عامله لك العلاقه ما بين الميتوكوندريا والفوتوسينثيسيس بروسيس او الكلوروبلاست. عامله لك تاني عشان انت غلبان. تعالى، فاحنا عندنا مين؟ عندك الميتوكوندريا هيت، كنت بقول لك لو عايز طاقة اقعد في الميتوكوندريا. ليه؟ عشان ده الهاوس اوف انرجي بالنسبة لنا، اللي بيعمل انرجي. فدي كده بالنسبة لنا مين؟ الميتوكوندريا. طيب وعندنا مين دي؟ نلونها لك اهي، دي الكلوروبلاست بتاعتنا. والكلوروبلاست دي بيحصل فيها ايه؟ بيحصل فيها فوتوسينثيسيس بروسيس. طيب كنا بنقول ايه بقى؟ كنت بقول ان الريليشن ما بينهم كده كده. فكنت بقول مين؟ كنت بقول اللي بيجي من الميتوكوندريا كربون دايوكسيد ومعاها مين؟ ومعاها H2O. طيب وهنا هو كان بيتكون الجلوكوز ومعاه مين؟ الاكسجين جاز. فدي كده اسمها الكربون ايه؟ الكربون سايكل. الراجل بقى بيقول لك ايه يا اخويا؟ بيقول لك في الكربون سايكل what is the main rule of the photosynthesis process؟ الفوتوسينثيسيس بروسيس دي خلاص مالها السهم طالع كده. ايه المين رول بتاعها؟ انها تكون جلوكوز واكسجين. مين اساسي؟ الجلوكوز. يعني الفوتوسينثيسيس بروسيس بتحصل عشان خاطر تكون لنا ايه؟ الجلوكوز. طب تمام،
هي بتكون الجلوكوز ازاي فوتوسينثيسيس بروسيس دي؟ تعالى نكتب الايكويشن بتاعتها يلا ان شاء الله ما حد حوش. الكربون دايوكسيد بلس H2O هيدينا ايه؟ هيدينا جلوكوز بلس مين؟ بلس اكسجين، مع احترامنا الكامل للبالانسنج للايكويشن. طيب فبنقول ايه؟ بنقول انها بتبدا تحول الكربون دايوكسيد تحوله لك لمين يا اخويا؟ جلوكوز. يبقى converted the carbon dioxide to the glucose. What is the approximate percentage of the energy passed from the one trophic level to another؟ فال 10% انا كنت لسه كاتباها لك فوق اهي. طيب ال passed energy. السؤال اللي بعده what is the gas is absorbed during the photosynthesis process؟ ابدأ اقلب الصفحة بتاعتك يلا، احنا دخلنا في الصفحة اللي بعدها اللي هي رقم كام؟ الرقم 16. بيقول لك ايه السؤال رقم 7 what the gas absorbed during the photosynthesis process؟ لسه قايلين حالا اللي هو مين؟ الكربون دايوكسيد. ايه اسم الاورجن اللي responsible for the photosynthesis process؟ انا لسه عاملاه اهو. بص الاورجن اللي بيعمل photosynthesis process هو مين؟ هو الكلوروبلاست. اهلا وسهلا. What is the primary product of the cellular respiration؟ تعالى نكتبها cellular respiration اللي هي مين؟ اللي هي بالنسبة لنا الجلوكوز يتحد مع الأكسجين تبدأ تطلع كربون دايوكسيد، تطلع ايه كمان؟ تطلع ووتر فيبر، وتطلع مين كمان؟ ATP. قلت لك اوعى تقول انرجي، طاقة اسمها ايه يا امال؟ شاطر. يبقى احنا عندنا ايه؟ عندنا ATP. يبقى احنا البرايمري برودكت اوف ذا cellular respiration هو ال ATP. واسأل امال. طيب what is the relationship between the photosynthesis process and the cellular respiration؟ ايه relationship between them؟ احنا لسه كاتبينها فوق اهو، رسمينها رسمه تحفه كيكه اهي. ايه الريليشن ما بينهم؟ هل يا ترى هم شبه بعضهم ولا مش شبه بعضهم ولا عكس بعض ولا ايه بالظبط؟ فهنقول they are identical. لا طبعا مش identical. هم unrelated. لا هم related. طيب they are a formed a cycle of the energy transformation. يبقى الاجابه هتبقى مين؟ هتبقى C. How does the cellular respiration support the living organism؟ أكيد إيه؟ طالما مين؟ طالما cellular respiration هندور على مين؟ على ال ATP. فهنقول it's providing الانرجي لل ATP. What is the substance is produced as a wastes during the cellular respiration؟ أرجع تاني، مين اللي بيطلع في السيلولار ريسبيريشن؟ فقلت لك كربون دايوكسيد ووتر فيبر، وبتطلع اي تي بي. اي تي بي ده الهدف الايم، انا اصلا عايزه اعمل ده عشان اطلع لك انرجي اي تي بي. يبقى نو واي تقول عليها انها ويستس. طب لما نيجي نتكلم على الكربون دايوكسيد والووتر فيبر، لا دي بالنسبه لنا ويستس، فعشان كده ادور على مين؟ على الكربون دايوكسيد. اقلب الصفحه يلا، الصفحه اللي بعدها اللي هي رقم كام؟ رقم سؤال 13. Why is the loss of the energy significant in the food chain؟ ليه احنا عندنا الايه؟ اللوس بتاع الانرجي بيأثر على الفود تشين بتاعنا او بيسيب علامه واثر يعني. فهنبدا نقول ان هو بيليمت التروفيك ليفلز، بيخليها لك ايه؟ not more than 6 level، مش هتطلع عن ايه؟ عن 6 ليفل. فتبقى الاجابه هتبقى مين؟ limit the number of the trophic level. السؤال اللي بعده which statement explained the conservation of the energy in ecosystem؟ conservation law of ecosystem. يا لهوي ده جامد قوي ده. فالconservation law of energy، اسأل العيال بتاعت اولى اعدادي كان بيقول ايه؟ كان بيقول الانرجي neither created nor destroyed. الانرجي neither created nor destroyed but transformed from the one a form to another. تاني، الطاقة لا تفنى ولا تستحدث من عدم، ولكنها تتحول من صورة إلى صورة أخرى. أنا حفظتها كده. يعني إيه؟ ده قانون مشهور قوي. يعني الطاقة ما بتخلص ولا بتتعمل، ولكن هي بتتغير من شكل لشكل إيه؟ آخر. ده كده اسمه ال conservation law of energy. فتعالى كده نشوف إيه الجملة اللي ممكن تمشي معايا. بيقولك الانرجي is destroyed، ده عبط. الانرجي change form but it never lost. يبقى الإجابة دي. يبقى هنختار مين؟ هنختار الإجابة P. السؤال اللي بعده which process is essential for the carbon recycling in the ecosystem؟ مين المهمين للكربون سايكلينج؟ فأكيد مين؟ الفوتوسينثيسيس process والريسبيريشن. What does an energy pyramid illustrated؟ الانرجي pyramid بالنسبة لك بي illustrated ايه؟ بي illustrated the energy flow across the trophic level، يعني سريان الطاقة من خلال التروفيك ليفل اللي هي المستويات الايه؟ الغذائية. Which of the following process happen in the mitochondria؟ photosynthesis process، ATP production، protein synthesis، ولا water absorption؟ اكيد اللي بتحصل ايه؟ اللي بتحصل في الميتوكوندريا هي ال ATP production. ممكن تطلعي لايف في الانستجرام، هنطلع لايف على الانستجرام احنا بنحل عشان نتفرج عليه مرتين.
which gas is released during the photosynthesis process. فتعالى كده نحل photosynthesis process هي مين؟ فاحنا قلنا ايه؟ قلنا CO2 plus H2O هتدينا الجلوكوز بلس مين؟ اكسجين جاز. فبيقول لك مين الجاز اللي ريليزد during the photosynthesis process؟ اكيد مين؟ الاكسجين جاز. Why is it's more energy effective to the eat plant directly؟ اقلب بس الصفحة بتاعتك يلا. تحتي؟ اوكي. بيقول why is more energy effective to the eat plant directly. فتعالى كده نعلم. انا بدور على كلمة directly. فمين اللي هيأثر على الانرجي بتاعت البلانت؟ البلانت بيجرو فاستر، ولا البلانت بيلوس less energy in respiration، ولا less energy is lost in the food chain، ولا الهيومن cannot digest the animal protein؟ اكيد كل الكلام فاتي، بس الاجابه هتبقى مين؟ هتبقى B. هاي حليتوا الهوم ورك ولا لسه؟ طيب انا خلاص صورت لك فيديو الهوم ورك، وكمان دلوقتي بحللك الاسئله بتاعه المين بوك اللي هي كانت موجوده في السيشن اصلا. صحصح كده معايا وتعالى افتح كتابك ويلا. مش الكتاب نزل في كل السنترز. in the photosynthesis، انا في سؤال رقم 20 في صفحه 18. يلا. in the photosynthesis process which molecule are the reactants؟ تعالى كده نفتكر الفوتوسينثيسيس بروسيس بتاعتنا كانت عباره عن ايه؟ كانت عباره عن CO2 plus H2O هيدينا الجلوكوز ومعاها مين؟ الاكسجين جاز. الراجل بيقول لك ايه؟ مين من دولت ار رياكتنتس؟ الرياكتنتس انت خدتها في ثالثه اعدادي زمان ان هم اللي قبل السهم، فبالنسبه لنا مين؟ الكربون دايوكسيد والواتر. السؤال اللي بعده during the cellular respiration الجلوكوز is broken down into what؟ تعالى نكتب الايكويشن بتاعت السيلولار ريسبيريشن اللي هي مين؟ الجلوكوز بلس مين؟ بلس الاكسجين. هيطلع لك ايه؟ هيطلع لك الكربون دايوكسيد والووتر فيبر، وهيطلع انرجي. الانرجي سميناها ايه يا امال؟ شاطر، يبقى ATP. طيب اللي هي مين؟ السعرات الحراريه بتاعتنا الجميله اللي قعدنا ايه نقول فريها. طيب قلت لك الفرق ما بين الطالب الفلاح والطالب المتعلم. الطالب الفلاح بيقول انرجي، الطالب المتعلم بيقول ATP. طيب فنقول بقول لك ايه؟ الجلوكوز ده هيتكسر يديك كربون دايوكسيد ووتر فيبر وكمان يديك ATP. فتعالى بيقول لك كربون دايوكسيد ووتر فيبر وATP، ولا اكسجين وATP، ولا لايت انرجي وكلوروفيل، ولا جلوكوز وستارش؟ اكيد الاجابه هتبقى مين؟ اول واحده. السؤال اللي بعده Why do decomposer play a critical role in the ecosystem؟ يعني ليه الديكمبوزرز دورها مهم جدا في الايكو سيستم؟ السؤال ده رقم كام؟ رقم 22. عشان الديكمبوزرز بتلعب دور الريسايكلينج، يعني بتعمل ايه؟ اعاده هيكله او اعاده تدوير، فبتبدا ترجع لك المكونات تاني مره للطبيعه. بمعنى البلانت يعمل الفوتوسينثيسيس بروسيس فياكلوا ايه؟ فياكلوا مثلا انسكت، الانسكت دي يجي ياكلها فراج. طب والفراج يجي ياكلها مين؟ تاكلها صاحبتك اللي هي التعبان. بعد ما تاكلها يجي مثلا ايجل يبدا ياكله. طب الايجل ده بيحصل له ايه؟ يبدا يتحلل ويموت، وبعد ما يتحلل ويموت ترجع مكوناته تاني للسويل. يبقى الديكمبوزرز دولها ريسايكلينج، فتبقى الاجابه ريسايكلينج النيوترينز. طب تمام شكرا. How does the carbon cycle affect the global ecosystem؟ تفتكر الكربون سايكل بتأثر على الجلوبال ايكو سيستم ازاي؟ فقلنا فكرة انها بتعمل ايه؟ انها بتعمل ريسايكلينج عشان خاطر ما بين الميتوكوندريا وما بين الكلوروبلاست. فالكربون دايوكسيد يتحول لجلوكوز، وجلوكوز يرجع يتحول لكربون دايوكسيد، وكربون دايوكسيد يتحول لجلوكوز، وجلوكوز يرجع يتحول لكربون دايوكسيد، وهكذا. تبقى الإجابة ايه؟ الكربون ريسايكل. طيب which molecule is direct result from the photosynthesis process؟ ما تترددش وتكتب الايكويشن عشان ما تنساش. molecule is the direct result of the photosynthesis process. photosynthesis process ما تترددش ابدا لما يجي لك سؤال زي كده. يوسف تعالى هات القلم. photosynthesis process فقلنا مين؟ قلنا كربون دايوكسيد بلس H2O هيدينا جلوكوز وهيدينا مين؟ اكسجينات. طيب وبيدينا 6 اكسجينات، 6 مولكيول في اكسجين. طيب بيقول لك مين الدايركت ريزلت اوف ذا فوتوسينثيسيس بروسيس؟ فعندك الجلوكوز ولا الاكسجين؟ فالدايركت ريزلت فعندنا مين؟ عندنا الجلوكوز موجود وعندنا الاكسجين اونلي. بص ATP استبعدها، ستارش استبعدها، فعندك الجلوكوز واكسجين اونلي. تعرف عشان اختار الاكسجين ليه؟ عشان قال كلمه اونلي. لا هو مش اونلي، هو جلوكوز واكسجين. كأن حد بيمشي كلامه عليك. لا ما حدش ماشي كلامه عليا، فنبقى نقوم مستبعدين دي ونختار الجلوكوز بس، وعشان كمان ان الجلوكوز هو المين برودكت اصلا. طيب اقلب الصفحه يلا، قربنا نخلص.
why is the solar energy vital for the life on the earth؟ ليه الفوتوسينثيسيس بروسيس مهمه في الحياه؟ عشان اكيد بتدينا باور للفوتوسينثيسيس بروسيس. طيب اللي بعدها what role do the autotrophs play in ecosystem؟ الاوتروفs بيعملوا ايه؟ بيconsume other living organism؟ اكيد لا. طيب provide the food for the other living organism؟ فعلا، يبقى الاجابه هتبقى providing the food for the other living organism. السؤال اللي بعده what happened to the glucose during the cellular respiration؟ لسه قايلها حالا. يلا بينا نكتب الايكويشن بتاعت السيلولار respiration. التكرار بيعلم الايه؟ الشطار او الحمار. جلوكوز بلس اكسجين هيدينا ايه؟ هيدينا كربون دايوكسيد بلس مين؟ بلس ال H2O بلس مين؟ بلس ATP. طيب فبيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك ان الجلوكوز مولكيول بتاعك during the ايه؟ the cellular respiration it stored as starch؟ هيتخزن في ستارش؟ لا. هيتكسر، السؤال ده رقم كام؟ 27. هيتكسر داون فور ذا انرجي؟ هو فعلا هيتكسر للايه؟ يكون انرجي اللي هي اسمها ايه يا امال؟ شاطر. Why is the balance of the oxygen and the carbon dioxide essential؟ ليه البالانس بتاعهم essential؟ طالما قلت لك كلمة بالانس شغل العقل شوية. بالانس يعني كلمة ايه؟ equilibrium. قوليها كده يا امل. to support ال ecological equilibrium. كلها ورا بعضها. to support ال ecological equilibrium. to support ecological equilibrium. ecological. يلا بينا السؤال اللي بعده. What happened to the chemical energy stored in the glucose؟ ايه اللي هيحصل للكيميكال انرجي اللي بتخزنها في الجلوكوز؟ السؤال ده رقم كام يا امال؟ السؤال ده رقم 29. تعالى كده نقول ايه هو عندك اللي بيحصل للكيميكال انرجي متخزنه في الجلوكوز؟ الجلوكوز نكتب تاني الايكويشن. يلا جلوكوز بلس اكسجين هتديك ايه؟ كربون دايوكسيد بلس H2O بلس ATP. فاللي حصل للجلوكوز انه بدا يتكسر اداك ايه؟ اداك كربون دايوكسيد واداك ايه؟ واداك ووتر فيبر واداك كمان ATP. فبيقول لك internally converted ل ATP ولا it become a sunlight again؟ اكيد دي لا استحاله. طيب it lost the carbon dioxide ولا it used for the life process؟ فاكيد احنا هنعمل ايه؟ قال لك it's internally converted to the ATP، يعني هيتحول لايه؟ ل ATP، هيتحول لطاقه. السؤال اللي بعده what the molecule is essential for the capture the sunlight in the plant؟ مين يا جماعه؟ كنت بقول لك البوتاجاز اللي هو بيابسورب ذا سان لايت، هو مين؟ الكلوروفيل. فالاجابه هتبقى كلوروفيل. كده اكون خلاص خلصت لك الاسئله اللي كانت موجوده في المين بوك اللي هي يعني الكلاس ورك بتاعتنا. حبيت ان انا احل لك كل الاسئله، وفي كل مره هحل لك الاسئله اللي موجوده في المين بوك، وده يعتبر الريكاب بتاعنا. في اسئله ايساي موجوده، اسئله الايساي الموجوده موجوده لها الموديل انسر وصح جدا، ما تخافش انا مراجعه عليه. لكن بالنسبه لاسئله الايساي ففي لخبطات كانت موجوده فيها، وانا اوريدي حليتها معاك وفي كل مره هحلها معاك. Thank you for your watching.